بسم الله الرحمن الرحيم. قدر الله ما شاء فعل، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اليوم صدر في حكم ضد موكلتي، أختي، صديقتي، حبيبتي وتوأم روحي حليمة بولد. هذا الحكم طبعا صدر، احنا تقريبا صار لنا في هذه القضية سنة، وكنا أمام تعتيم وتكتيم طوال هذه المدة، ولكن أحب أن أبين بداية الأمر قبل لا أدخل في صلب الموضوع بأن الخصم وهو الطرف الذي رفع عليه القضية أخذ ذات الحكم، وهو الحبس مع الشغل والنفاذ والغرامة 2000 دينار. إذن نحن أمام طرفين ادعوا أمام بعضهم، وكل شخص أخذ ذات الحكم وهو الحبس مع الغرامة 2000 دينار كويتي. هذا رقم واحد أحب أقوله. 2، فعلا لقد تم توجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور للإعلامية حليمة بولند، ولكن فعليا ما الذي حصل؟ في بداية الأمر هي لا تعرف هذا الشخص الذي ادعى عليها، وإنما هو من قام بداية في الدخول على حسابها عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، وعرض عليها بداية المعرفة وطلب منها الارتباط فيها ارتباط الزواج. وبحكم أن أرسل الصور الخاصة فيه، وبدأ في عبارات الإعجاب والغزل وغيرها من هذه الأمور، كان في هناك ملاطفة فيما بين الطرفين، فكان في هناك حديث وتبادل للصور. لا يوجد أي فيديوهات مثل ما تم نشره. أي فيديو تم نشره فهو متحصل عليه بطريقة غير قانونية. أي صور تم نشرها فلقد تم التحصل عليها بطريقة غير قانونية، وهذا دفاعنا الذي تم تقديمه في النيابة وغيره. ما في شيء قد أرسل من قبلها، ولكن قد تحصل في هناك أمور قد تحصل عليها هذا الشخص بحكم معرفته فيها في هذه الفترة، أو بحكم حصوله على هاتفها والاستيلاء على هاتفها وتحصل على بعض الأمور من خلال حصوله على هاتفها الخاص أو استخدامه لهاتفه الخاص. وهذا سبب الحكم الذي صدر عليه، وهو ثبوت استخدامه لهاتفه الخاص وتعرضه لأفراد آخرين عبر هاتفه الخاص. ولولا أنه قد أرسل رسائل صوتية لكان قد استطاع أن تكون على قولتهم الجريمة المثالية أو the perfect crime. أنا اللي علي كمحامية وكأخت وكصديقة وعندي منبر راح أطلع وأتكلم. أما الباقي فإحنا نتركه حق قضاءنا العادل والنزيه، وأنا مؤمنة إيمان بأن إن شاء الله راح يكون في هناك تغيير للحكم أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة التمييز، لأن أنا بناء على الأوراق اللي شفتها، بناء على الدفوع اللي شفتها، بناء على الأحكام اللي شفتها، أنا شايفة هذا الأمر. ولكن بالنهاية أنا أحتاج لقراءة حكم أول درجة. اللي فهمته من المسجات أن رقم 7 التنازل كان صوت رايح. التنازل كان مشروط بأما الزواج أو أن هي تدفع $500,000، على أساس هو قال لنا أنه هو حاط شرط جزائي عند مكتب المحامي في حالة التنازل $500,000. وما في حل ثالث، يا تتزوجيني أنا أحبك، يا تدفعين $500,000 عشان أنا حاط شرط جزائي عند المحامي. يعني هذه كان شروطه في التنازل. هذا طبعا أنا ذاك اليوم دق وأهله راحوا للبيت واتصالات الحريم بيكلموا الحريم. الفكرة أن أنا بس أبي أكلم حليمة، ولما كلمته أنا وما عجبه كلامي هدد وقال يلا وماكو تنازل مش عارف ايش. اوكي انت محكوم وهي محكومه. بالنهايه يقول ايه عادي انا ريال، هي اللي ما راح تقدر تقعد بالسجن لو يوم. حاضر هو كيف جاب الصور؟ طيب القضيه هذه لها شقين. الشق الاول اللي هو رفع ان هي محرضته على الفسق والفجور. الشق الثاني اللي حليمه اتهمته فيه في التهديد والابتزاز والحصول اساءه استعمال الهاتف والاعتداء بالضرب وغيرها. النيابه وجهت اليه اساءه
استخدام هاتف واستخدام هاتف حليمة بإرسال رسائل صوتية إلى أطراف أخرى في الدعوة. أشخاص أخرى استخدم تلفون حليمة وكان أرسل لهم رسائل تهديد وسب وقذف، وهذا مثبت، وعلى هذا الأساس هو أخذ هذه الأحكام الجزائية. من خلال مطالعة أوراق التحقيقات والنيابة كان في هناك أكثر من استخدام مثبت له من خلال استخدامه لهاتف حليمة، سواء في فترة اللي كانوا هم في فترة الخطوبة مثل ما نقول إحنا الكويتيين، هو حضر معها إيفنت، كان في معرض في بداية رمضان للعبايات أو شيء، وهو داخل المعرض وكان يوخر الناس يقول حق صاحبة المعرض هذه زوجتي، وكان هو من يمسك التليفون ويصورها، ونفس أي علاقة تكون ما بين شخصين، إذا كان في احترام وفي ود نفس ما كان في البداية، أوكي، كانت معطته رقمها السري. أنا أرجع وأقول كان في هناك ثقة من قبل حليمة إلي، ولكن الشخصية تبدلت سريعا. ترى العلاقة كلها لم تتجاوز الشهرين، يعني خطبة وفش خطبة وما أبي أتزوجك وتهديد واعتداء وكل شيء في هذه الفترة البسيطة، ورفع قضية. لا ننسى أنه هي رفعت عليه وهو رفع عليها، كل هذا في هذه الفترة الوجيزة. عن طريق الفترة اللي كانوا فيها هو يستخدم تلفونها ويصورها، وكان ياخذ التلفون بالقوة، كذلك استخدم التلفون بإرسال هذه المقاطع إلى أشخاص آخرين موجودين في هاتف حليمة، يعني من الأشخاص اللي تتواصل معهم حليمة، وقام بسبهم وقذفهم وتهديدهم وغيرها من هذه الأمور. أوكي، هذا مثبت، وهذا من الأشياء اللي هو أخذ عليها هذا الحكم القانوني اليوم. يعني هي ماخذة حكم وهم ماخذ حكم، اثنينهم ماخذين حكم في نفس القضية. شلون قدر ياخذ تلفوناته؟ في مرات هي كانت تعطي التلفون، تعطي الرقم السري عشان يصورها في موافقتها يعني، وفي مرات نفس التسجيلات اللي فوجئنا فيها احنا اساسا في النيابه ما كانت تدري عنها نهائيا، ولا تدري شلون كان ماخذ تلفونها ومتى. رجحت هذا الامر ان هي لما كانت تخلي التلفون مثلا على الطاوله او تروح الحمام او وانت بكرامه او شيء من هذا القبيل وهو يتحصل على هذا التلفون، ثبت تماما وما بالمئة استخدامه لهاتفها وإرساله إلى هؤلاء الأشخاص الرسائل والتهديدات وغيرها. هذا شيء مثبت في النيابة وصادر حكم فيه بناء على هذا الأمر. يعني احنا ما قاعد نتبلى ولا قاعد ولا لنا مصلحة في هذا الأمر. احنا ماكو بنت تبي تروح تطلع صورها وتقول استخدم تلفوني ويروحون يحكمون عليه بسنتين، لا، في لازم دليل قاطع، لأن القانون يمشي على دلائل. فالدليل كان أنه هو أرسل رسائل صوتية، فهذا اللي كان الدليل القاطع. أما هو ما قدم بأن هي أرسلت له صور، وإنما قدمه بالاستديو أنه عنده هذه الصور. أوكي، هذا اللي صار داخل المحكمة، هذا المقدم في الأوراق والمستندات أمام النيابة وأمام المحكمة.